اول محاوله كانت العالم مندليف، تمام؟ ادي الصوره بتاعته، يبقى هو يعتبر اول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر. يبقى لو قال لك سؤال كده، من هو ديمتري مندليف صاحب اول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر؟ طيب، اما جه يرتب العناصر رتبها ازاي؟ ورتبها على اساس ايه؟ لما تيجي تعمل حاجه وتقسم، لازم تقسم على حاجه بحاجه معينه. يعني حضرتك المدرسه مقسمينها ايه؟ مقسمينها على حسب المرحله السنيه. بتوع الصف الاول يقعدوا في الجناح كذا، والصف الثاني في الجناح كذا، وهكذا. يبقى انا كده قسمت على حسب الصفوف او المرحله العمريه. طيب هنا اما مندليف جه يقسم او يصنف، صنف على حسب ايه؟ صنف على حسب حاجه اسمها الكتله الذريه. طب يا مستر، هي الكتله الذريه دي خلاص غير عددها الكتلي؟ غير عددها الكتلي. في الوقت بتاع مندليف ما كانش يعرفوا حاجه اسمها بروتون، وما كانش يعرفوا حاجه اسمها نيترون، وبالتالي ما يعرفوش حاجه اسمها العدد الكتلي. صح؟ تمام؟ يبقى هو ما جه يوزع او جه يصنف، ما صنفش على حسب العدد الكتلي، صنف على حسب كتلتها، كان يعرف يوزنها. خلاص؟ فصنفها على حسب كتلتها الذريه، كانوا يعرفوا الذره عباره عن نواه. ماشي يا صديقي؟ طب رتبهم ايه؟ رتبهم تصاعدي، يعني من الصغير للكبير. بس في مشكله، اما جه يرتب تصاعدي حصل فيه خلل، تمام؟ فما رتبش تصاعدي صح. يعني مثلا كان 5 6 7، صح؟ ادي كده تصاعدي. لا، جه عامل 5 7 6 كده. خلاص؟ يبقى من اليسار لليمين كان بيرتب العناصر كده، عامل جدول، ورتب فيه العناصر من اليسار الى اليمين، خلاص، على حسب كتلتها الذريه، لكن دون تدرج منتظم. خلاص؟ يبقى هنا كده عامل بطريقه منظمه ولا غير منظمه؟ لا، غير منظمه اهو، دون تدرج منتظم. طب ليه كده؟ ليه اسبابه اما نيجي ندرسها بقى باستفاضه، مش وقتها يعني، في الثانوي ان شاء الله. خلاص؟ بس اكتشف ان دوريه العناصر او خواص العناصر تتكرر مع بدايه كل دوره. مش فاهم دي يا مستر؟ اشرحها لك عادي، صلى على الرسول. هنعتبره ده صف، وادي صف اهو. يبقى ده الصف الاول، وده هو الصف الثاني، وده هو الصف الثالث. ماشي يا صديقي؟ خلاص. العنصر ده هنسموه اكس، والعنصر ده ام، والعنصر ده زد. يبقى العنصر اكس ده في بداية الدورة الأولى أو الصف الأول، والعنصر ام ده في بداية الصف الثاني، والعنصر زد ده في بداية الصف الثالث. اكتشف إن خواص الاكس اللي هو بداية الصف الأول مثلا زي خواص الام زي خواص الزد، يعني شبه بعض. يبقى واكتشف أن خواصها تتكرر بشكل دوري، خواص العناصر، مع بداية كل دورة. خلاص كده؟ تمام؟ يبقى كل دورة بيبدأ بعنصر، العناصر ديت خواصها زي بعضها، يبقى تتكرر.